جربوها، احلى كمان من شوكولاته دبي. اهلا بيكم في اكله وضحكه. كلنا سمعنا عن شوكولاته دبي ومعظمنا جربها، بس مين قال ان الشوكولاته يبقى لها لون واحد؟ ما تيجوا نعملها في كذا لون. جاهزين؟ يلا بينا. ودلوقتي هقول على المكونات اللي احنا هنستعملها. انا جايبه كنافه باكستانيه اهو، ده النوع اللي انا بستعمله بالنسبه للناس اللي عايشين في كندا. اي نوع يعجبك جيبيه. وجايبه شوكولاته بيضه، انا مقسماهم في 3 طبقات. طبق هتبقى شوكولاته بيضه، طبق هحط له لون احمر خفيف يديني لون روز، والطبق الثالث هعمله اخضر فاتح. ومعايا كريمه الفستق. جايبه قالب سيليكون عشان لما اجي اقلبه وادوس عليه سهل ان القالب يطلع بكل سهوله. طبعا اشتغلي بالقالب اللي يعجبك. يلا بينا نبتدي. اول حاجه انا اهو حطيت 100 جرام من الكنافه وكسرتها، ومش محتاجه ان انت تلفيها على النار او تحطي لها زبده او اي حاجه، هي هتلاقيها ممتازه كده. هنعمل ايه؟ هروح اسيح الشوكولاته في الميكروويف وهحط عليها كريمه الفستق اهو. مش هحط زبده، مش هحط اي حاجه، بس كده على طول باخدها الكنافه من الكيس واحط عليها الكريمه اللي هي عجينه الفستق. بصوا انا عايزاها بالشكل ده، ولا هي تبقى فيها الكريمه الفستق كتيره قوي تبقى طريه، ولا عايزاها تبقى قليله عشان الكنافه ما تقعش مننا واحنا بنحطها في القوالب. ودلوقتي اديني اهو انا سيحتها في الميكروويف. قعدت كل شويه ادخلها واطلعها اقلبها وادخلها تاني، ما تسخنوهاش مره واحده عشان ما تتحرقش منكم اهو. هبتدي بالشوكولاته البيضاء، وطبعا يا ريت تبقوا ايه في سرعه في الحركه عشان الشوكولاته مش بتاخد وقت، يا دوبك هتلاقيها بسرعه جمدت اهو. دلوقتي اديني سيحت الطبق التاني عشان احط فيه اللون الاحمر. خدوا بالكم دي الوان طعام، لو كترتوا اللون الشوكولاته هتجمد وتيجوا تاكلوها هتتكسر منكم. يا دوبك نقطه خفيفه، احنا هنغير لونها. اللون التاني اهو. بس خلصنا اللون التاني، دلوقتي هروح اسخن طبق الشوكولاته ده للون الاخضر. دلوقتي اديني سخنت الشوكولاته بتاع تالت طبق، هحط نقطه مش كتير اهو. تقلبيه بالراحه كده باللون الاخضر، وحاولوا تجيبوا على الحروف. هروح ادخلها دقيقه في الفريزر. وادي اهو بعد ما حطيتها في الفريزر، دلوقتي هحط الكنافه مع عجينه الفستق. وادي اهو بعد ما حطيت كل عجينه البيستاشيو، دلوقتي هرجع هسخن الشوكولاته حاجه خفيفه وابتدي اغطيها الطبقه الاخيره. ودلوقتي خلاص انا رجعت سيحت الشوكولاته، حطيتها شويه لانها جمدت، وهغطي الطبقه الاخيره. دلوقتي اهو هرجع احط بسرعه هنا. وهي دي اخر حاجه، الابيض. دلوقتي هدخلها التلاجة دقيقتين وبعدين اطلعها. ودلوقتي بعد ما سبتها 5 دقايق في التلاجة عشان الشوكولاته تمسك نفسها اهو، انا هدوس كده. شايفين المنظر؟ شايفين شكلها؟ بصوا اي زياده بقى من تحت بسكينه، بس ما تبقاش مشرشبه، السكينه تبقى فلات وايه، ونشيل اي زيادات عشان بس نخلي شكلها حلو مش اكتر اهو. بصوا الجمال، بصوا حلوه ازاي. اهو ادي ال3 الوان اللي احنا عملناهم اهو. ايه رايكم؟ احلى من شوكولاته دبي ولا مش احلى؟
اهو. ايه رأيكم بقى في الشكل النهائي ليها؟ بصوا شكلها بألوان مختلفة. ده ناخد واحدة لونها اهو. بصوا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واشوفكم المرة الجاية. يلا باي.